إلى الرأي العام في رد طبيعي وإنساني من قبل المجتمع الديمقراطي الإنساني الحر في العالم على المؤامرة الدولية بحق المفكر عبد الله أوجلان، أطلقت النقابات العمالية والأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية والشخصيات المؤثرة عالميا من فلاسفة وحائزين على جائزة نوبل في العالم في 74 مدينة في جميع أنحاء العالم حملة تحت عنوان الحرية لأوجلان، حل سياسي للقضية الكردية، لتؤكد عالمية الحملة دليلا أن الأزمة العالمية والحل العالمي بحاجة إلى فكر كوني ومشروع حل شامل لإنقاذ المجتمع الإنساني من أزمته الحالية، وقد اجتمعت أركان الحل في شخص القائد ومشروعه المتماثل في الحداثة الديمقراطية. وقد أعلنت المبادرة الشعبية في شمال وشرق سوريا انضمامها لتلك الحملة، ونحن حركة المرأة في مقاطعة عفرين والشهباء نعلن دعمنا للمبادرة الشعبية في شمال وشرق سوريا التي أجمعت على إنقاذ الإنسانية من أزمتها الحالية من خلال حرية القائد أوجلان التي هي ضمان الحل السلمي للقضية الكردية وشعوب الشرق الأوسط، استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية واستمرار الحروب والصراعات وتوسع دائرتها دليل على عجز النظام الحالي في إيجاد الحلول ومحاولة إطالة عمرها من خلال المزيد من الأزمات على حساب مصلحة الشعوب. وبالتالي العالم بحاجة إلى حل سياسي أكثر من أي وقت مضى لتحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان. لذلك كانت الحملة العالمية لإنقاذ البشرية والبيئة وقدسية المرأة المانحة للحياة الكريمة من الكوارث المتلاحقة خلاص الإنسانية بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان التي تجاوزت وأصبحت ملهمة للأصوات المنادية بالسلام والديمقراطية. يجب كسر التجريد المفروض على القائد من خلال هذه الحملة ووقف إبادة الكرد وشعوب الشرق الأوسط بداية من إيقاف الإبادة في إمران. أننا في مقاطعة عفرين والشهباء المهجرين قسرا نطالب الدولة التركية بالتخلي عن سياساتها العدوانية اتجاه القائد والتي تجلب الويلات للمنطقة، ونوجه نداءنا للشعب الكردي وللشعب العربي والشعب التركي وشعوب الشرق الأوسط وشعوب أوروبا والعالم أجمع للعمل على إنهاء التجريد وتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. وحرية القائد تعني تحرير عفرين وجرابلس والباب وآمد وسريكانية ومهباط وجميع المناطق المحتلة. مرة أخرى نعلن دعمنا قلبا وروحا لهذه المبادرة ونتعهد أن نكون قدوة لها. عاش القائد أوجلان، الحرية الجسدية للقائد، عاشت المرأة الحرة، تسقط الفاشية التركية.